مساء الخير، عاملين ايه؟ طبعا مباراة الأهلي والعين في كأس العالم للأندية بمسماها الجديد ونظامها الجديد. مباراة قد تكون الناس كلها شايفاها صعبة، وأنا بقول لك المباراة دي سهلة جدا لو قدرت تنفذ اللي الفرق نفذته قصاد نادي العين من أول نادي أوكلاند سيتي، اللي ممكن تشوفه أنت ضعيف وأشوفه أنا ضعيف والناس كلها تشوفه إن نادي ضعيف بدنيا وفنيا، ولكن ما زال برضه في اخطاء بيقدروا. تقدر انت تلعب كوره على دفاع العين باقل الامكانيات، بس محتاجه التركيز ثم التركيز ثم التركيز. في البدايه يلا نخش على الحالات بسرعه. هنا الكرة مع مدافع اوكلاند سيتي، هنا في مهاجم. هيبتدي المهاجم ان هو يسحب المدافع بتاع نادي العين. هنا اللاعب رقم 16 اللي هو المفروض ان هو امام عاشور في رقم 8 في الجنب الشمال، هيبتدي ان هو يتسحب ما بين المساحة اللي اتفتحت ما بين الباك اليمين والمساك. هيبتدي يروح كرة تلعب له كرة طولية، اللاعب راح في المساحة. لولا اللاعب رقم 70 اللي هو الباك اليمين بتاع نادي العين. هنا الكرة مع الباك اليمين لنادي الوصل. الكرة اللي فاتت كانت ناحية الشمال، وهنا وكانت باللعيبة اللي مش أساسية، اللعيبة الاحتياطية في نادي العين. هنا احنا بنتكلم على ماتش الوصل، العين بيلعب بكامل قوته دفاعيا وهجوميا. الكرة هنا مع الباك اليمين، عايزك تتفرج والكرة بتطلع مع ضغط عالي من نادي العين ب7 لعيبه، والكره بتطلع كره طوليه المفروض ان هي سهله على المساك. المساك هنا هيقلش، وعايز اقول لك ان المساك ده رقم 3 ده في كوارث. هجيب لك كذا كره ليه بنفس الطريقه. الكره بتقلش، بيروح المهاجم بكل قوته ويشوط، والكره بتطلع. مدرب نادي اوكلاند سيتي جايب 2 لعيبه، اللاعب رقم 11 واللاعب رقم 17، وبيشرح لهم بيقول لهم 2 مهاجمين على مساكين نادي العين. الكلام ده في الدقيقه 30 و36 ثانيه. اتفرج معايا اول ما نزل اللاعب اهو رقم 11 وهو رايح وبيشاور في الكرة اللي بعدها، بيقول للمساك خليك انت، وبيبص عليه بيشوفه خلاص بقينا 2 مهاجمين، هنبتدي نسقط الكرة على، بيشاور له بايده بيقول له خليك، هنبتدي نسقط الكرة بقى. مدرب نادي السد كان العين بيلعب السد في دوري ابطال اسيا، فمدرب السد حس ان برضه العين عنده ازمه في الخط الدفاعي، فابتدى ان هو يدفع ب2 مهاجمين يخشوا جوه ال 18 ويبتدوا يزقوا ال2 المساكين بتوع نادي العين، يبتدوا يزقوهم جوه ال 18 عشان يقدر يبين مشاكل نادي العين اللي بأقل مجهود بدني وذهني من اوكلاند سيتي، الفريق الضعيف قدر يفتح الدفاع ويسجل. فهنا مدرب السد برضه عمل نفس التركه، عمل هنا تغيير في الدقيقه 64. نيجي بقى للحاجه المقرره اللي بتحصل على طول في ماتشات نادي العين، ان انت عندك باكين. الباك اليمين بندر الحبابي اللي هو كابتن نادي العين، وعندك الباك الشمال اللاعب رقم 15. يعني ادائهم عالي جدا في الادوار الهجوميه، بس في الادوار الدفاعيه هم مش سيئين، هم ما بيرجعوش. يعني ممكن تعليمات من مدرب نادي العين ان انت ما ترجعش، لان انا ببتدي اسقط اللاعب رقم 5 اللي هو اللاعب الكوري اللي قلت لكم عليه، ببتدي اسقطه ما بين قلبين الدفاع وكاني بلعب 3 ورا، وده بيترتب عليه ان انا الاثنين الثمانيه بتوعي في نص الملعب كمان ما بيرجعوش، فبيبقى في فجوه قدام ال 18. او لو قدرت تسحب اللاعب رقم 5 فانت بتقدر تفتح دفاعات نادي العين اللي بيعتبر في الوقت ده بيدافع ب3 لاعبين بس. زي ما قلت لكم الكرة هنا بتتلعب طولية، هنا بندر، والكرة لو كانت عدت بندر كان هنا ادي الجناح الشمال رايح والمهاجم رايح و3 مدافعين. الكرة هنا راحت لبندر طلعها. المبدأ كله معتمد على ان انا هنا برضه اللاعب رقم 11 الباك اليمين والباك الشمال، وهنا اللاعب رقم 5 و2 مهاجمين، والكرة برضه بتتلعب طولية في ظهر الدفاع، لان الاثنين الثمانيه اللي في نص الملعب المدرب نادي السد كان عامل عليهم ضغط. تتلعب الكره الطوليه تروح هنا للمهاجم، المهاجم يريحها للمهاجم الثاني اللي موجود بين الاثنين المساكين. لو راح بهجمه خطيره جدا،
الكرة لو عدت ونص الملعب زي ما احنا شايفين الدنيا مفتوحة جدا. الكرة اتلعبت وراحت ناحية المهاجم التاني. هنا بص المسافات اللي احنا بنتكلم عليها، ورغم كده ان اللاعب رقم 8 ده ما كملش هنا، اللاعب بتاع نادي السد ده ما كملش هنا، فاصبح انت ما استغلتش المساحة اللي انت خلقتها في دفاع نادي العين. كرة تانية هنا بتبين الكلام اللي احنا بنقوله هنا. الكرة في حوزة نادي السد. هنا بنتكلم على الباك اليمين، الباك الشمال هنا متقدم شوية، والثلاثة المساكين زي ما احنا قلنا. اللاعب رقم 5 سايب مكانه وسايب رقم 6 هنا اهو وداخل في العمق عشان يبقى الدفاع كأنه 3 بس في الدفاع. لعبت الكرة، المهاجم سحب المساك اللي ناحية اليمين، سحبه معاه وطلع بيه لقدام. الباك اللي كان معاه الكوره كمل في ظهرهم. لو الكوره دي لف اللاعب ده ولعبها له، الكوره دي راحت انفراد. طبعا سوء التنفيذ، الكوره دي ما حصلتش زي ما انا بقول لك. كرة تانية هنا، الكرة ضربة مرمى، وبعتذر لكم تاني عن الجودة. الكرة ضربة مرمى، وهنا نادي العين متقدم ب2 4 6 7 لعيبة، ففي 3 في الخط الخلفي من ضمنهم اللاعب رقم 5 الكوري اللي موجود ما بين الاثنين المساكين، والباكات الاثنين مرحلين جامد في الحالة الهجومية وسايبين 3 على 3. الكرة اتلعبت طولية، طلع اللاعب عشان يلمسها ما لمسهاش. نيجي لكرة تانية برضو هتحس ان الكرة كلها شبه بعضيها بس هي مختلفة خالص. هنا في مباراة السد برضو الكرة هنا كانت تسلل، حارس المرمى بيلعب الكرة طولية زي ما قلنا. الباك اليمين والشمال الاثنين موجودين بعد نص الملعب. هنا الثلاثة المساكين راح عليهم 2 مهاجمين. اتلعبت طولية وراحت ناحية المساك وناحية المهاجم. المهاجم حاول يريحها، معرفش المهاجم يتحكم في الكورة. الكورة اتلعبت من وراه. اللاعب رقم 5 موجود هنا برضه، قوته الدفاعية مش قوية جدا، دخل على الكورة اتزحلق، راح المهاجم شاط الكورة، والكورة دي جه منها الجون بتاع نادي السد. هنا في مباراة العين والوصل برضه ضربة مرمى. لو بصينا هنا 1 2 3 4 5 5 لاعبين من نادي العين، أصبح في 5 في الخط الخلفي. الكرة هنا بتتلعب طولية، وراهم بيستلم المهاجم. نيجي نبص نلاقي 1 2 3 المساحة اللي في نص الملعب فاضية عشان اللاعب رقم 5 واقف هنا مساك تاني مع المدافعين. مش موجود نص الملعب. الكرة هنا مع الباك اليمين لنادي الوصل. خدنا بالنا هنا كل يعني زوايا التمرير كلها مقفوله، يعني اللاعب مفيش امكانيه ان هو يعمل حاجه. ركز معايا هنا على اللاعب ده نفس الفكره اللي قلنا عليها في اول الحلقه. سهل جدا ان انت تسحب مساك وفي لاعب يتحرك وراه. هنا المساك اللي ناحيه الشمال هيبتدي المهاجم يسحبه وينزل بيه لتحت، ينزل بيه كمان لتحت، وزي ما قلنا اللاعب رقم 5 موجود اهو، هيبتدي يسحبه كده، فهيبتدي اللاعب رقم 5 ده يرحل وراه عشان يغطي، فتتفتح المساحه ما بين دول، فالكره تتلعب ما بينهم. اهي اللاعب رقم 5 وادي المساك رقم 3 اللي عنده كوارث دفاعيه كبيره جدا، فتبتدي الكره تتلعب ما بينهم وتروح الكره خطره وتتشاط وتيجي جون برضه. نفس الفجوه اللي احنا قلنا عليها اللي ما بين قلبين الدفاع بعد دخول اللاعب الكوري ما بينهم، تبتدي المساحه تتفتح، تبتدي انت تلعب ما بينها، تقدر تخلص وتجيب جون والتاني والتالت مع فرق مختلفه. خلي بالك زي ما قلنا ان الجناح ما رجعش، فهنا بقى في كسره عدديه على الباك اليمين بتاع نادي العين. يتصرف ازاي لعيب نادي العين؟ استاذيه دفاعيه برضه. المفروض ان انت في الحاله دي ما تواجهش، ابتدي انت ترحل لورا ترحل لورا لحد ما يجي لك الدعم زي ما ابتدى يجي لك من اللاعب رقم 5. هنا بندر عمل ايه؟ هنا بندر باع نفسه، المساحه فضيت، اتلعبت الكره من ظهره وعدى اللاعب، ابتدى اللاعب رقم 5 يخش هنا، فنص الملعب هنا اتفتح، فالجناح هنا كمان كمل لان الباك اللي الشمال برضه عنده ازمه دفاعيه، فتروح الكرة فيبقى نص الملعب قصاد 18 فاضي، الكرة تتشاط وتروح وتيجي جون برضه. ليه؟ إن أنت خلخلت الدفاع. لما بنتكلم هنا 2 4 5 5 لعيبة جوه ال 18 من لعيبة نادي الوصل، وده ما بيتكررش زي ما قلنا مع فريق واحد بس. نفس المباراة نادي الوصل هنا الكرة
في الحاله الدفاعيه. الكره هنا تحضير، لو خدنا بالنا هنا اللاعب رقم 5 هو مش همه خالص ان هو يمسك اللاعب اللي جاي من نص الملعب، لا هو دايما باصص على ان انا عايز اروح ارجع ابتدي ارجع يعني انا كنت هنا المفروض ان انا قابل اللاعب اللي جاي عليا، لا انا ببتدي ارجع وارحب نفسي لحد ما ابقى 3، وادي الباك الشمال وادي الباك اليمين، وبرضه الحاله الدفاعيه احنا 3 واثنين مهاجمين رايحين عليه. نيجي نبص في نص الملعب نلاقي اللاعب رقم 8 ابتدى يسقط، والمساحه اللي المفروض ان هو يغطيها مساحه كبيره جدا. الكرة هنا في نفس الهجمة راحت للباك اليمين لنادي الوصل، ابتدى اللاعب رقم 15 يقابل الكرة، اتلعبت طولية. هنا برضو هنا اللاعب رقم 5 واللاعب رقم 3 الاثنين من نادي العين، الاثنين رحلوا وراحوا ورا المدافع، ورغم كده المدافع المهاجم قدر يجري ما بينهم وياخد الكورة. الكرة هنا كانت ضربة مرمى، فلاعيبة نادي الوحدة ابتدوا يحضروا الكرة على الأرض. هنا الجناح اليمين لنادي الوحدة بيشاور للاعب هنا اهو العب الكرة طولية، ادي 3 زي ما احنا قلنا، الاثنين المساكين واللاعب رقم 5 والثمانيتين الاثنين معاهم لعيبة، فأصبح المساحة اللي في ظهرهم هتبقى فاضية، بيقول له العب الكرة طولية في ظهر الدفاع. فيبتدي نادي الوحدة يحضر وينقل الكرة الناحية التانية، فبرضه احنا بنتكلم عن الحالة الدفاعية زي ما هي، فالكرة تتلعب طولية، كرة طارت، كرة راحت للاعب رقم 3. أظن باين قوي إن المسافة بين أقرب الكرة، لا المسافة رقم 3 بتاع العين رايح على الكرة. هنا المهاجم بعيد خالص، بصوا القدرة الدفاعية، اللاعب اتدرجل، الكرة اتقطعت منه راحت للمهاجم. الكورة دي كانت المفروض ان هي كان عليها كلام انها تحسب ضربة جزاء وما اتحسبتش ضربة جزاء. ونجي الكورة تانية بعدها على طول، الكورة هنا كانت رمي تماس، عايز اجيبها لك من ورا، اللاعب رقم 3 اهو ماسك المهاجم حضنه، يعني انت المفروض ان انت بتهاجم الكورة او بتدافع او ايا كان اللي بتعمله، فانت بتحاول ان انت يعني ما ترتكبش خطأ جوه ال 18، لا ده دخل بيه جوه ال 18. الكرة اتعرف له من رمي التماس، مسك المهاجم، الكرة خبطت في ايديه، ركب فوق المهاجم، فالكرة اتحسبت ضربة جزاء. الكرة دي بص ماسكه ازاي، الكرة دي اتحسبت ضربة جزاء وجت جون برضه لنادي الوحدة. الكرة هنا في الهجمة دي مع الباك الشمال لنادي الوحدة، لو بصينا هنا على اللاعب رقم 3 مع المهاجم وكل حاجة، الكرة هنا بتتلعب، لعبت الكرة راحة ووصلت للمهاجم اللي كان مع اللاعب رقم 3، خد الكورة ولف بيه وراح بوشه على الدفاع من ضعف القوة البدنية والالتحامات بتاعت التدخلات بتاعت المدافع. العين ضعيفة جدا، يعني حتى والكرة في حوزتك انت سهل جدا اللاعب يضغط عليك وياخدها ويلبسك فاول او طرد او ضربة جزاء، وده شفناه في الحالة اللي فاتت. الكرة هنا مع رقم 4، كرة في الحالة الدفاعية، احنا رايحين بهجمة، هنبص على اللاعب وهو رايح بالكورة، انت بتتكلم على مساحات شاسعة، اللاعب رايح ومكمل، وهنا الدنيا حلوة برضه، 3 مدافعين زي ما احنا قلنا، وادي الباك الشمال وادي الباك اليمين راجع بيجري عشان يلحق يغطي المساحة الفدادين اللي بقت وراه، رايح اللاعب ونكمل بالهجمة ونكمل، وهنا برضه نكمل، والمساحة برضه زي ما انتم شايفين مساحة محدش بيهاجمه. الكورة هنا اتلعبت 1 و2، واللاعب هيروح فين بقى اللي اتلعب مع ال2؟ اللاعب مكمل، الكرة هنا بقت هنا اهو في حوزة المهاجم، وبقى زي ما انتم شايفين المهاجم كده، المهاجم اهو والفرقة كلها واقفة على خط واحد كلهم رافعين ايديهم، والمهاجم راح هو والجون ده. هنا الكرة رمي التماس مع باندر بيلعب الكرة، المفروض انها هتروح للمهاجم ده، هنشوف المهاجم ده اول ما يجي يستلم الكرة استلم طلب منه، لعيبة الوحدة ضغطت جامد قطعت الكورة. بتتكلم على 3 ولا 4، وادي برضه منطلق وادي الباك الشمال كمان منطلق، كمل الهجمة رايحين 3 4 5 رايحين بيزقوا الدفاع. فين الحالة الدفاعية؟ فين الجزء الهجومي كله؟ لعيبة الخط الهجومي كلها مفيش ولا واحد فيهم رجع، وتكمل الكورة وتتقطع تروح تاني لعيبة الوحدة وياخد لاعب الوحدة فاول. احنا بنتكلم على منظومة دفاعية هشة بطريقة لا تتخيلها. دي حالة من الماتش اللي هي حالة بسيطة جدا في أول المباراة. هنا بنتكلم على
اللاعب الكوري موجود في نص الملعب، الحاله الدفاعيه زي ما احنا تمام، مفيش اي مشكله. اتفرج هنا معايا على المهاجم ده، يعني الناس دي مذاكره جدا لدرجه ان هي عارفه هي بتعمل ايه. اللاعب ده هيعمل تمويه للاعب نادي العين بحيث ان الكره تتلعب في ظهره. هنا الكره اتلعبت طوليه وصلت للاعب رقم 17 ده، وصلت له، فاضطر الباكي المساك الشمال ان هو يروح يرحل عشان يقابله، فاتفتحت المساحه للاعب الثاني اللي كان موجود في نص الملعب. كانوا 2 على اللاعب الكوري رقم 5، فاللاعب ده انطلق ان هو تروح ناحيه الشمال، اللاعب انطلق بكل قوه. بص اللاعب انطلق، هنا المساك التاني بيقول لهم في حد جاي، حد يغطي هنا، مفيش حد راح اللاعب وراح في المساحه، الكره ما اتلعبتلوش. الكره دي كانت خطره، لو اتلعبت اللاعب ده كان هيروح. برضه الجناح الشمال اليمين لنادي الهلال برضه كان رايح، الكره هنا ما اتلعبتش بسرعه واتقطعت. اخيرا بقى في حاجه دايما بتحصل، ودي تغييره دايما بيعملها مدرب النادي العين. دايما بيخرج اللاعب الكوري لما بيكون متاخر او متعادل، وينزل لاعب رقم 29 اللي بيأدي نفس الادوار بس اكتر بشراسه هجوميه اكتر، فاصبح بيبقى في فجوه. هبينها لك دلوقتي بالحالات، ودايما دي بتتكرر. انا جبت لك حاله واحده منها ولسه معايا بكره وبعده، ولسه الماتش يوم الثلاث هجيب لك حاله واثنين وثلاثه بماتش الهلال حصلت برضو نفس التغييره. برضو هنا اللاعب رقم 29 موجود برضو في مكانه وتمركز كويس، راحت الكره الناحيه الثانيه، هنا اللاعب بيرحل برضو تمام، مفيش اي مشكله. اللاعب هنا بيبص على اللي جاي من نص الملعب، ونسي خالص ان في 3 1 2 3 موجودين داخلين على خط الدفاع. وهو المفروض في الحاله دي لو اللاعب رقم 5 فهو بيرحل نفسه وبيجي هنا ما بين الاثنين المساكين عشان ما عندهمش وعي خططي ولا تكتيكي. الاثنين راحوا عشان يقابلوا اللي رايح على العارضه القريبه اللي هو اللاعب رقم 70. اتلعبت الكوره بالعرض، راحت لعبها اللاعب رقم 70 اللي هم الاثنين المفروض رايحين يمسكوه، ونسيوا اللاعب رقم 11 ده. فالكوره هنا برضه بنتكلم عن اللاعب 29 واقف بيتفرج، مفيش تدخل دفاعي. اتلعبت الكوره، صدها الحارس، رجعت للاعب رقم 11 حطها جون. واللقطه دي حصلت بعد التغيير ده بكام ثانيه. ليه؟ لان ادوار الدفاعيه اللي بيعتمد بيها مدرب العين على ان هو يعتمد على اللاعب رقم 5 ان هو يخش ما بين المساكين. ما هو برضه زي ما قلنا مش مساك، بس هو برضه يقدر اتعود عليها مع تكرار اللعب. لكن اللاعب ده سيء دفاعيا، لما بينزل دايما فريق العين يا بيستقبل جون يا بتروح عليه فرص خطيره. في الختام اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى النادي الاهلي يستغل الموضوع ده. سلام.